إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، يقول ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. الحديث. الحديثين غيثما إلا غيون ركن من أركان الإسلام تساهل فيه كثير من الناس، استهزئ زيس خلال العباد، عمت عنه الغفلة بسبب ضعف الإيمان في النفوس، ألا وهو الزكاة. الزكاة يتمام ضركن وسلة من أركان الإسلام، سركس وسلة بالإسلام، عمود الإسلام، ضبطه صعرصت من أركان الإسلام. فالزكاة يتمام يشرع سيد الحكيم الخبير لحكم كثيرة وأسرار جمة. وهذه الزكاة يتمام تعود بالمصالح الكثيرة على الأفراد والمجتمعات بالخير العظيم. مرتنا سيتمام المعنى الحقيقي للزكاة، مرتنا المعنى نفهم المعنى يديوي ما نفهم المعنى حقا للزكاة. أدنى فيتمام أنه الزكاة اللغة هو الزيادة والنماء والطهارة وغيرها. فالزكاة يغناف أنه مرض يزكين بنادم تنرني ثلاث نرنون شيني الماليين للزيادة بالبركة على تبارك رب العالمين بالشيني الماليين. فغدنا فيثما مسلاي مشبح للبيع وتظلي فربيع مسلام يسفلاس. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عندما يقال 3 أقسم عليهن. إن النبي عليه الصلاة والسلام 3 من الحوايج أذكال في اللسن يوشر ذيك مع النبي عليه الصلاة والسلام. وحشا ما يقول باش كان نامن وثنتح وجانا غادي قال وثنتح وجانا غادي حنل. فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بلا ما يقول نتمني، ولكن باغي تأكد أنه 3 الحوايج تاهي إلى قد نتنبه في الناس مليح. فقال عليه الصلاة والسلام الحاجة الزواج: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة
وين لقيت مغت مسعود اليقين ذي اليقين حقيقة أنه ميلا صدقت أثنو إذا رملي ورمقصنار مردنا سيثما منطقيا وعقليا ورياضيا ميلا 900 مليون تفكيت بالزكاة سين مليون وخمسمية رياضيا يثما نقصن ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يبغى يبين حقيقة أنه هذا الشيء ورقصنار أمين لأنه راح يهدي برك رب العالمين راح يهدي خلف رب العالمين راح يدعوض رب العالمين أكثر أين يتصدقتك منه. فقال صلى الله عليه وسلم سلم سيدنا الحديثين مليح يقرب شويح من البيع فصلي فربيع بسلام يسلاس ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان شك صباح يثمع مرد بك صباح إلا سين الملائكة تطارن إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا شك صباح يثمع تطارن سين الملائكة يدعون يا ربي يوزي السن يدعو يا ربي وين يصدقون فويت ماس وين يقهونن وين يخدمن فويت ماس يا ربي تعاود تصل يا ربي تبارك تصل يا ربي تخلف تصل واهدي خلف رب العالمين بإذن الله تبارك وتعالى. ذي قد يحقق مفهوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة تفكيت 100 فرنك أكدفك رب العالمين كفر واكدبك رب العالمين كفر وكدير نغ رب العالمين كفر. أما وين يبخل وين يشحن لحق رب العالمين وتفكرا لحق زواليين وتفكرا إلا يون الملك من الملائكة قال اللهم أعطي ممسكا تلفا يا ربي وين يبخل الطف الشح يا ربي تلفس إذا منيس سخص راس التجارة ينس أو يربح ويدعاء من الملائكة. ثم يثمى إلى قناع الميوت لحاجة ما نقص مال من صدقة اهدي برك رب العالمين الصدقة كما قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الصدقات يتمغ تضاعف رب العالمين اتبالك رب العالمين لكن يجينا رب العالمين قواريس وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ويجني غرس الضباش رب العالمين ويجني غرس ضعف رب العالمين. ولكن شو بغي غادي غيثما أنه البركة بركتان فلا بركة حسية فلا بركة معنوية. ثلاثة من البركة قال نص بركة حسية يعني البركة اللي غادي تبارك رب العالمين تصعيش سكانس المحسوسة تصوالي توصل أنه الخير يرنا تجارين تنجح الشين يرنا يسوع سعد رب العالمين في الله يرنا بالشيء يعني ما كانش أمر محسوس أعطي تصوالي تكا ولله الحمد والمنة. ولكن ما يلوث ولا ترى البركة الحسية أنه إذا رمنيك ورنا نرى التجارة ينكو تنجيحها بل كتموت على أنه الزكاة اللي سكاستكيين سينا يقدوين الخسارة لا. ثلاث من البركة قال ناس بركة معنوية. ذا شو ذا البركة المعنوية أنه يهدي بارك رب العالمين الصحيني
أكدي بارك رب العالمين كثواشولتيك، أكدي بارك رب العالمين كخاميك، أكدي بارك رب العالمين كمولانيك، أكدي بارك رب العالمين كشينيك، أدي سبعة رب العالمين في الله الهلاكات، أدي سبعة رب العالمين في الله المصايب، أدي سبعة رب العالمين في الله مشومن، أدي سبعة رب العالمين في الله هي الحاجة غير ديسن أكثر أكتي سبعة رب العالمين ثاني وتحص تصارع، ولكن رب العالمين يسبع ذاك الصدقة يصدقتك ثاني مسقر بركة معنوية. إذا لا يثمى ثولا ما كانش مرة الزكاة الصدقة يغدفك رب العالمين حقيقة يفك يغتدي العمورة في النار ما إلا صدقتي مع عالميوت الحاجة أنه تخدم طرام المزيان رب العالمين وتخدم طرام المزيان زواليا الفقراء، أما تشيل المزيان يتخدمت إلا قد تعلمت أنه كان شطر الشرف الفضيلة يوفقك رب العالمين تصدقت، يوفقك رب العالمين تزكى ويد الشرف، لأنه مرض نقليت ما حقيقة الأمر أنه مذري من أيدي ذري من رب العالمين. أما تشيل الشنة ما تشيل ذري من النار ما تشيل ويثن تصدحروش ينا، ولهذا رب العالمين شو قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. اسم ياسر رب العالمين ذي ذري من ربي وآتوهم من مال الله. أما تشيل الشينج ما تشيل الشنة ذي ذري من رب العالمين يخدف كان إدي ويغدنك سكان الحق رب العالمين الحق زواليين وغنى رب العالمين وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. ما إلا نخدم شراء غيثما أرث نخدم راني ربيع، يعني أرث نخدم راني ربيع راح رب العالمين وريس فعلش وكايش النيع. يقرد النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي أن تغني النار رب العالمين يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. العبادي قالوا كان ذي المزورة ذي نقورة ذي الجن ذي الأنس أذي لكن ملان ذي المؤمنين أكن ملان ذي الأتقياء إن يكون في الأرثر النمول إذا زحي الملكيو أورث نفع مرة. وفي المقابل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا أفجر قلب رجل واحد ما نقص في ملك شيئا. العبادي قالوا كان ذي اللي مزورة ذي نقولة ذي الجن ذي الأنس إكل يصند الفجار إكل يصند الكفار يورز يسنوري سامن رب العالمين يورز يسنوري أداغ الحق رب العالمين إن يكون تشغل مر ويتنقص مرة كان شتا غزو حش ماك الملكيو أثقر من الناس يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. العبادي أكن شتغل العميل نون إن كيحسوا غاكم تيدا أنت يوم القيامة ما يلف في تكراد الخير ما حمد ربي تشكرطت لأنه رب العالمين يكي وفقك وما يلف في ترى أكن شتني أتشلومت أنا قال العمريش. ولهذا يفهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي ومالي شقار كي تزالو تبكيرو تشميرو في غليو سوي خندستي ذينو قالو كان ماشي ذكرني غير تبكيرو قالو كان ماشي تسحر شنيا قالو كان وشمر غارة في غليو روح ما راه يدفكر بالعالمين شرا وين الخطأ وين غير تخميم من سنفوما يغطاني غلط 100%. قالو كان ماشي ضرب العالمين يكدف كان الصحة أزرت مرة تسكر الصباح
أتسكر تتشمرت في غاديك نرى تخرمط ألو كان ماشي رب العالمين يكتف كان يوث النعمة كان إلى المقر نعمة البصر تسكتفض وروح مرة تسكر تتصفغ تتشمرت في غاديك نعمة مرة تسهيطنت إفكاك انت رب العالمين يوفقك باش كذلك السبة يواكن تصلت على الخيرية فنسي قال العبد يرمني وكان اشتري الشين يقول ابن آدم مالي مالي قال صلى الله عليه وسلم فليس من ماله إلا ما أكل فأفنى ولبس فأبلى وتصدق فأبقى ورسعي طلام الحاجة للشين أنا قريني تشيد يفوت أين قريني تنصيد ذا جديد يقل دقذين أنا قريني تصدقت يقيمت ذي دينا رب العالمين يثمار والباقيات الصالحات أين رفق من الصالحة أين خدمة الصالحة أرطفت يوم القيامة والباقيات الصالحات خير عند ربك يوم القيامة ثوابا وخير أملا ذين الخدميك بنادم رطفت ذين الفعيلي ذين الخدمة ذي العمل أرطفت ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث مرة ذمة بنادم أتتبع نوز كاين ثلاثة الحوايج يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله أتقلني مولانيس الحبابيس الجيرانيس المولانيس الخواليس العموميس أتقلن ينشغلون في الدنيا واكسهون تأكد راحة نكسهون ما إلى ذي مني كي تجي تكين أثور في الورثينيش وغخبطون وثبرتجين وغادي تواجه أدي قيمة نقر العملين ذيس قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا زكاة يغيثنا ذو الفرض فرض اقصد رب العالمين يقرض النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ يكشي على النبي عليه الصلاة والسلام اليمن اسميك الشيع معاذ إلى أهل اليمن إن يس النبي عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما أهل كتاب فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوك أو أجابوك لذلك فأعلمهم أو أخبرهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة مرد استجبر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله شمل الإسلام لنقد يستركز العمود أبوطو الركن والسين وهو الصلاة لأننا الناس دعوه لأننا تنفرض رب العالمين في ذلك متظلين قاس 5 بردان فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة هي الزكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ثم من الحكم يتمام شرع رب العالمين الصدقين الزكاة هي تطهير للنفوس وتطهير القلوب وتطهير للذنوب والخطايا كما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إذن يتمام الزكاتين يتطهرك زي رب العالمين يتطهرك من البخل يتطهرك من الشح يتطهرك رب العالمين من الذنوب يتطهرك رب العالمين من الخطايا ولهذا غيثنا في المقابل يتصفق رب العالمين العقوبة ثم قرار يوينك استهزان بالشاعرية والدرم الحق رب العالمين الحقي زواليين بالدنيا أقبل الآخر عقوبة تارك الزكاة تكون في الدنيا قبل الآخرة في الدنيا تيتمام يقرض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا
إن أي قوم أي بلد ثدر العباد أذمن عن الحق رب العالمين وتفتمر الحق رب العالمين حتى زواليون الزكاة إلا ما نحرم رب العالمين واش بدي تفكر الهواء، واش بدي تفكر الماء، واش بدي تفكر المطر، أن يحرم رب العالمين وتعالى ما يثمن النعمة يمومان زي تسرئيه بنات معيشة الدنيا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ما ينقول شوامان سموت تفنى القعر كل شيء سدوم سوامان. يقدر رب العالمين أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقال الإمام مجاهد رحمه الله تقول البهائم يعني تلعنهم البهائم تقول لعنة الله على بني آدم، هذا بسبب ذنوب ومعاصي بني آدم. الحيوان يثمان ذا الطير ذا بعوش أذي لعن بنادم أكيني ما كانش نام السبايين ذنوب من بني آدم يحرم رب العالمين في الهواء السباسل، ولكن ساعة رحمة رب العالمين يتكتكي كرا الهواء والنفس قطير الضاس قطر كان وشوغ لأنه ماشي يود ما ولاو ماشي يود ما ولاو يود ما ون الحيوان الطير إلا نوسعان أي ذنب ورسعان أي ذنب يطلد رب العالمين أغول صن إسقطر ذكا كرا الهواء وإلا يمكن يقول تنستهل ويقدوني الآخر ثيثما يقال رب العالمين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويجنيك جمعين ويجنيك حرزن الذهب ذا الفطار ذي الرمان ذين يدوان يديوين اللي توازكين يحرزيه تجمعيه يشوحي بخل وين غادي توعد الفلاس زيس يوم القيامة. يقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيصلى بها في جهنم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه بلهمزتيه فيقول أنا مالك أنا كنزك. ونرى ذي جمعا هذي كرز هذي حرز ذهب بذل من الفطار ولأدار الزكاة سن إنيك النبي عليه الصلاة والسلام يدري من أي يوم القيامة مزد قلن ذا شوث ذا زرم أفعى حية شجاع اسمه النبي عليه الصلاة والسلام شجاع لشجاعته وقوته شجاع أقرع. شو المعنى تاني ما معنى أقرع شجاع أقرع أكنت ولا ما يثمى أزرم الأفعال إسعى بطوني لكا صوف لكا سلقوان يتشور السم يفرطس يعني ما تشيد الحاجة يتصور الإنسان سلقوة ما يثمى نصر مي نغل كبري نغل أفعي سلقوان يتشور السم يفرطس. ده شو راس يخدم يوم القيامة أثيع الذنب ويطوقه وسقار ذين كيدي ذري منيك ذين كيدي كنزيك إثبتك إثلت بخضت شحط وثقضت رازيس الحق رب العالمين الحقي زوالية. إذن يثمق ولا أنه ما تشيد استهزئ يدي وين نستهزئ أكنا لا نفك القيمة من الزليت أكنا لا نفك القيمة الزكاة تظليت الزكاة يثمق باش كذبين رب العالمين عظم شأن الزكاة قارنها الله عز وجل بالصلاة في أكثر
من 83 آية أو 84 آية في القرآن الكريم. الصنف رب العالمين قارن الله عز وجل الزكاة بالصلاة، وأقيموا الصلاة تشرد تبعا وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أكثر من 83 موضع يجمعيتهم رب العالمين وانتفر القارن. إذن يتما ثين تسبينا الأهمية أولا ناغ الحكمة يدي الشرع الحكيم الخبير الزكاة أنه تقارس الفوائد ذو الخير الأفراد المجتمعات، ثم وين نكستهزن زي سيد ماخ ولم الشغل العقوبة نتفكر رب العالمين بالدنيا أقبل الآخر ثين يتما ما يتيسر من حكم قدر سيدي سدون إن شاء الله تبارك وتعالى ما يجعل رب العالمين ذا الحيين الجمعة غادي يسدون أدنى اللغة مفصلة كبعض حكم الزكاة، أدنى اللغة مفكرة من الحكم يتم يدي شرع رب العالمين الزكاة وتنفكك الشروط كي يتوجب يون رزقيا نغوري السكرة. وبالمناسبة ما بالمناسبة نصاب الزكاة والسكاسية 70,550,000 هذه تقبل رب العالمين في لنا وفي لكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله